ازيكم عاملين ايه طلبة تالتة ابتدائي؟ هنحل مع بعض النهاردة exercise 19 on lesson 4 في درس ال equivalent fractions with number line. كنا خدنا الدرس اللي فات ال equivalent fractions، او كنا خدنا قبل كده يعني equivalent fractions بتاعت الهاف، لكن المرة دي هنتكلم بقى equivalent fractions بصورة عامة. يعني كنا اتكلمنا عن الهاف، لكن المرة دي هنتكلم بصورة بقى عامة. طيب تعالى هحل معاك اول سؤال، والباقي برضو ايه هيبقى بنفس الطريقة، يعني ما فيهاش اي اختلاف، مجرد بس اختلاف ارقام. طب بيقول لك write the equivalent fraction، عايز يعرف ايه هو ال equivalent fraction. تمام. to each of the following، للمنظر ده يعني يبقى لك ايه using the number lines، باستعمال النمبر lines. هيديك اتنين نمبر لاين ويديك رقم معين ويطلب منك الايكويفالنت بتاعه عند النمبر لاين التاني يعني. طيب تعال نشوف كده ال 1 over 3 ده، ال 1 over 3 ده مرسوم، هل هو ده اللي مرسوم فوق؟ هل هو طبعا نمبر لاين اللي فوق ولا نمبر لاين اللي تحت؟ لا يا مستر، انا بعرف منين؟ بعرف من عن طريق الرقم اللي تحت. الرقم اللي تحت 3 هنقص من واحد يبقى 2، يبقى انا محتاج ارسم في النص شرطتين. مين النمبر لاين اللي في النص فيه شرطتين؟ هل اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا يا مستر، اللي فوق. اللي فوق اهو في شرطتين بس. يبقى انا كده عرفت ان ده كده بتاع الايه ال 1 over 3. يبقى هنا كده عندي 0 over 3، ثاني 0 over 3، هنا 1 over 3، هنا 2 over 3، هنا كده 4 سوري 3 over 3. تمام. طيب فين ال 1 over 3 اللي بيسأل عليها يا مستر؟ اهي. طيب عايزين نعرف ما يقابلها من تحت. طيب هنا كام شرطة؟ هنا شرطة 2 3 4 5، نزود عليها واحد يبقوا 6. يبقى احنا كده عارفين ان احنا تحت كام؟ تحت في 6. لو متلخبط من طريقة زائد واحد وناقص واحد، اهي عد عدد الشرط: واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. يبقى كده كام؟ أو عادي أنت ممكن برضو بطريقة بسيطة عادي اكتب الأرقام وخلاص. أدي 0 1، أدي 2، أدي 3. كل ده بديك طرق يعني عشان ما تتلخبطش. أدي 4، أدي 5، أدي 6. خلاص يبقى أنا كده عرفت إن أنا آخري كام؟ آخري هيبقى 6. طيب هو بقى عايزها عند كام؟ طبعا هنا بقى 0 over 6 و 1 over 6 2 over 6 وهكذا، كملهم انت بقى. تمام. طيب كمل انت بقى الباقي، اهي اوفر 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 وهكذا يعني. طيب هو فين 1 over 3 يا مستر؟ 1 over 3 اهي. قدها مين تحتيها؟ ما احنا قلنا equivalent fractions يعني لازم اللي قدها من تحت. فاكر زي الدرس بالظبط اهو. زي ما قلنا دولت equivalent دولت equivalent دولت equivalent دولت equivalent. طب هل مثلا يا مستر ده equivalent مع ده؟ لا طبعا. ليه؟ مش على نفس الخط، عشان ده يبقى equivalent لازم ليه حاجه برضو زيه فوق. تمام. فخد اي شرطتين تحت بعض. طيب فهنا كده عندي 1 اوفر 3 وهنا كده 2 اوفر 3. خلاص يبقى انا كده عرفت ان الحتتين دول قد بعض. يبقى كان هنا كام يا مستر؟ اهي سوري 2 اوفر 6 يعني. تمام. يبقى كان هنا 1 اوفر 3 وتحتيها كام؟ 2 اوفر 6. تمام. بس هتكمل برضو بنفس الحاجه برضو في الباقي. شوف مثلا ال 4 اوفر 8 دي تبع انهي خط؟ طبعا نمبر لاين ده ولا طبعا نمبر لاين ده، وهكذا يعني. تمام. تحل برضو ايه الباقي سهل ان شاء الله يعني. فالتاني سؤال بيقول لك هنا كده complete، ثواني. طيب complete by using the number lines، عايز يعمل يعني complete كمل باستخدام النمبر ايه؟ باستخدام النمبر لاين. طيب هنا كده هو مديك شقة، هنا كده هو مديك شكلين. هل يا مستر هنرسم نمبر لاين ونمبر لاين وده كمان هنرسم له اتنين نمبر لاينز تانيين؟ لا، ما احنا قلنا لو سيم دينومينيتور يبقى على نفس النمبر لاين اهو. هنا 3 وهنا 3، يبقى انا كده مش محتاج ارسم نمبر لاينز ثانيه. تعال برضه هوضح لك. تعال نرسم الاول. ادي 0، ادي 1، ادي 2، ادي 3. فطبعا انت فاهم ان هي خلاص. طبعا انا وصلت لل 3 يبقى ده اوفر 3 وده اوفر 3 وده اوفر 3 وده كان برضه اوفر 3. تمام. طيب ادي 0، ادي 1، ادي 2، ادي 3، 4، 5، 6. يبقى انا كده عرفت بقى ان كل اوفر 6، وهنا بقى 6 اوفر 6، 5 اوفر 6 وهكذا يعني. تمام. كملهم انت. طيب فين يا مستر 1 اوفر 3 اهي يا مستر؟ تحتيها مين؟ تحتيها 2 دي. قلنا ليه؟ طبعا ال 2 اخرها كام؟ 2 اخرها 6، يبقى 2 اوفر 6. ده لا سؤال احنا لسه حلينه السؤال اللي فات يعني. طيب 2 اوفر 3 فين يا مستر؟ اهي 2 اوفر 3 اهي. تحتيها مين؟ ال 2 اوفر 3 تحتيها مين؟ تحتيها ال 4 اللي هي ال 4 اوفر 6 يعني. تمام اهي.
بس يبقى هنا 4 وهنا كده 6. طيب حل انت بي لوحدك علشان انا هحل سي، يعني بي هي سي، بس انا هحل سي عشان اصعب شويه. طيب نفس النظام برضو، هكتب الزيرو، هكتب ال1، هكتب ال2، هكتب ال3. نفس النظام برضو طبعا، هنا 3 اوفر 3، 2 اوفر 3، 1 اوفر 3، 0 اوفر 3، وهي هنا الزيرو، هنا ال1، هنا ال2، هنا ال3، هنا ال4، هنا ال5، هنا ال6، هنا ال7، هنا ال8، هنا ال9. يبقى كده في الاخر عندي 9 اوفر 9، 8 اوفر 9، 7 اوفر 9، وهكذا كله. تمام. طيب تعالوا نشوف الايكويفالنت. قلنا الايكويفالنت يعني هات اي شرطين تحت بعض. طب يا مستر موجودين تحت بعض عادي، ممكن احطهم، مفيش مشكله، عادي براحتك اللي انت عاوزه. عايز تحط 0 اوفر 3 ايكوال 0 اوفر 9، مفيش مشكله. هو ده كده يا مستر غلط؟ لا يا مستر مش غلط، ما هو فعلا ايكويفالنت. بلاش، تعال نجيب حاجه تاني اهي، مثلا ال1 وال3. يعني يا مستر 1 اوفر 3، عشان طبعا اخرها 3 هنا، هي ال 3 اوفر كام؟ ال 3 اوفر 9. صح يا مستر؟ صح، مفيش مشكله، عادي جدا. خد اي شرطين تحت بعض اهي يا مستر، لقيت في شرطين تحت بعض، ادي 2 كده، 2 اوفر 3، وهنا كده مستر 6 اوفر 9 اهي، 6 اوفر 9. ما ننساش ان الرقم اللي من تحت ده دايما ثابت كده، عمره ما هغير ال 3 وال 9 يعني. تمام. طب يا مستر ممكن اكتب 3 اوفر 3 و9 اوفر 9؟ عادي جدا، ممكن 3 اوفر 3 ايكوال 9 اوفر 9. هي دي غلط؟ لا يا مستر، ما 3 اوفر 3 ب 1 و9 اوفر 9 ب 1، فعلا ال 1 ايكوال 1. هل غلط يا مستر؟ لا مش غلط خالص، عادي، هي نفس النظام برضه هتحل بيه، هتشوف ايه عندك الاتنين دول قد بعضهم. تمام. السؤال اللي بعده. طيب رقم 3 هنا كده بيقول لك ايه، write the fraction name for the dot. طيب بيقول لك هنا كده write the fraction write the fraction name for the dot on the first number line. Use the second number line to show a fraction with equivalent to the first fraction. You may use halves, thirds, fourths, fifths, sixths or eighths. يعني ايه بالراحة كده؟ بيقول لك write the fraction name، يعني اكتب الاسم بتاع الفراكشن ده for the dot، اللي عليه الدوت اللي هي النقطة دي، on the first number line، في first number line. طب بسيطة دي، هنا 0، هنا 1، هنا 2، وهنا عارفين ان هو 3، يبقى اخرنا طبعا 3 اوفر 3، يبقى هنا 2 اوفر 3 وهكذا يعني، وهنا 1 اوفر 3 وهكذا. النقطة فين؟ النقطة عند ال 1 اوفر 3 يا مستر اهي. كده كتبنا، كده حلينا أول حاجة. كده كام؟ كده ال 1 اوفر ايه ال 3. طيب بيقول لك بقى ايه، يوز سكند نمبر لاين، يعني استخدم النمبر لاين التاني اللي هو ده السكند نمبر لاين. بيقول لك ايه، to show a fraction equivalent to the first fraction. يعني to show علشان تبين fraction equivalent، يعني fraction مساوي للفيرست fraction، الفراكشن ده. طيب احنا عايزين نستعمل النمبر لاين ده، هنقسمه تقسيمات معينه بحيث ان هو ايه، يديني fraction equivalent للفراكشن ده. طيب هل هو هنا يا مستر محدد لي انا هشتغل بايه بالظبط؟ لا ما حددش. طيب طالما ما حددش، هل اقسم اي تقسيمه كده وخلاص؟ لا مش اي تقسيمه وخلاص. ليه؟ ما هو لازم الفراكشن ده يطلع قد الفراكشن ده. طيب طب نعمل ايه يا مستر؟ خلاص نرجع بقى للطريقه اللي كنا بنعملها في الدرس اللي فات. عندي هنا فراكشن وعايز اجيب له ايكويفالنت. هعمل ايه؟ نجرب بقى مره مثلا اعمل باي 2 تحت، ومره اعمل باي 2 فوق. قلنا خلي بالك افتكر، ولا بنخش يمين ولا بنخش شمال، لا، تحت اطلع فوق. انا زي الاسانسير، انا زي الايه، الاسانسير اللي تحت اطلعه فوق، لو من فوق انزل تحت. انا اسانسير، الرقم ده اسانسير. طيب 3 باي 2 ب 6، 1 باي 2 بكام؟ ب 2. بس اهو ده كده ايكويفالنت فراكشن. ارسم لي بقى الفراكشن ده، بس كده اهو، ادي 6 ودي هنا 2. ارسم لي يا باشا الفراكشن ده. طيب انا بس همسح دي بس عشان خاطر بس ايه المكان. تمام، وانت فاهم ان دي هنا 1 اوفر 3 يعني. تمام اهي 1 اوفر 3. تمام. طيب قلنا طبعا لازم اول خط ارسمه فين عشان ابقى متاكد ان انا فعلا راسم بالظبط. قلنا يا مستر انا النقطه عندي هنا، فخلاص يبقى انا هرسم شرطه هنا. ادي كده، دي كده اول شرطه لازم ابتدي بيها. طب وانا يا مستر اصلا هرسم، طب وانا يا مستر ليه ابتدي بالشرطه دي؟ ما انا قلت لك بقى علشان خاطر محتاج ان انا اظبط ان النقطه دي تبقى هي زي الشرطه دي، علشان ما اجيس. عشان مثلا ساعات وانا برسم رسمت لك مثلا شرطه هنا، ورسمت لك الشرط اللي بعديها هنا، طب هو ده صح؟ ما هو كده بقت ادي كده ال1.
ال2 بقت بعيده عن النقطه كده، ما بقتش ايكويفالنت. فلازم ابتدي اول شرط دايما ان انا ارسمها، لازم ارسم الشرطه دي، لازم ايه ارسم الشرطه دي. يعني مش هينفع يبقى عندي نمبر لاين كده والنقطه هو والنقطه هو عاملها لي هنا، واروح انا جاي في النمبر لاين بتاعي اروح راسم له مثلا ايه، ادي شرطه مش عارف ايه، ادي شرطه وادي الشرطه الثانيه. هو ده كده صح؟ ما هو كده كده مبقوش ايكويفالنت، عندي نقطه هنا وعندي نقطه ثانيه هنا، كده ما بقوش ايه، كده ما بقوش ايكويفالنت. عشان كده لازم اول شرطه ابتدي بيها هي الشرطه دي. طب وانا مستر اصلا هرسم كام شرطه هنا؟ بنعرفها منين؟ نبص على الرقم اللي تحت وننقص منه واحد يبقى هرسم خمسه. اديني رسمت واحده، هرسم مثلا الثانيه، هرسم مثلا ادي كده ثلاثه، دي كده مثلا أربعة، ودي كده مثلا إيه خمسة. بس يعني تقريبا كده إيه قد بعضها. بس كده أنا عملتها بالظبط. أي وادي الشرطة بتاعتي. أي الشرطة بتاعتي إيه؟ أدي هنا كده 1 over 6، هنا كده 2 over 6، هنا كده ال 3 over 6، هنا كده ال 4 over 6، هنا كده ال 5 over 6 وهكذا يعني. تمام. بس بنفس الحاجة برضو بنفس الطريقة هتكمل، هتجيب ده هتكتب لي الفراكشن وبعد كده تعملها باي 2 من تحت وباي 2 من ايه وباي 2 من فوق. نفس الخطوة اللي عملناها هنا بالظبط. تمام. وطبعا أول شرطة ترسمها لازم الشرطة دي، هنا برضو لازم الشرطة دي، هنا برضو لازم الشرطة دي أول شرطة لازم نرسمها. تمام. كمل انت بقى ايه الباقي، أظن سهل يعني. تمام. بس كده خلاص خلصنا اكسرسايز. خلصنا كده اكسرسايز 19. هو كان بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. اي حاجه مش فاهمينها حاولوا مثلا ترجعوا الفيديو تتفرجوا على السؤال تاني. الاسئله اللي تغلطوا فيها لازم تحلها بايدك، مش هكرر الكلمه تاني، لازم تحلها بايدك، لازم تحلها بايدك. تمام. ذاكروا كويس، ربنا معاكم، مع السلامه.